السلام عليكم، ازيكم يا جماعة. يلا كده عشان نخش نشوف الاكل ده عملناه ازاي. كنت جايبه الكرنبه ديت وعاملاها عشان قلت لكم في فيديو قديم هي لازم ينزل النهارده. هو ده الفيديو القديم، ماشي. عشان بس مش تقول انت عامله محشي لسه قريب ونزلت محشي تاني. عامله محشي امبارح بس غير الطريقه، غير دي، يعني حاجه غير دي. فيلا معايا كرنبه جميله اهي. الكرنبه اليومين دول طالع البلدي، وكنت كنت جايباها بصراحه كانت حلوه ومقلبضه كده، تخبط عليها تطلع عامله زي الطبلة بس غلط، مش تجيب عامله زي الطبلة دي مدكوكة. هاتي اللي هي فاضية شوية مش تعملوا زيي. وحطينا حلة عليها حبة كمون ومية يا دوبك كده غليت، راحت حاطة الكرنبة على طول. الكرنبة اليومين دول مش مستاهل يعني انت تسيبيه في المية كتير، هي يا دوبك تحطها في المية 5 كده، تروح قلبها على طول على الناحية التانية وتطلعيها على طول. طبق فيه حبة مية كده. طيب سلقنا الكرنبة ومعايا الصلصة هعملها المحشي. حطيت حبة زيت، بصلاية فرمتها في الكبة فرم صغير كده. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنشوحها كده تشويحة بسيطة. أنا بقول أنا بعمل ده بالمحشي أي يعني إله أي طريقة، كل طريقة إله بعملها. المرة دي شوحناها كده تشويحة صغنطوطة كده، يا دوبك شوحناها كده. حطينا معلقتين صلصة حلوين كده، بحب أحط كده على البصلاية وهي بتتشوح معلقتين صلصة. دي طريقة غير اللي أنا عملته امبارح، طريقة تانية خلاص. فان شاء الله كده وبحط حبه بابريكا بردك، حته هرسه شطه، فلفل يعني كنت عاملاه فلفل احمر، هو مش حامي يعني هو حلو. حطيت بردك بطعم كده الصلصه بتاعتي، حطيت معلقه بابريكا، حطيت ابتدي شوربه بودر، معلقه شوربه بودر كده اللي هي الناعمه دي، اللي هي البودره دي. وطبعا بروح حاطه معاهم بردك كزبره. دي صلصه يا حبايبي انا كنت عاملاها وطلعت البرطمان كبيته على طول على البصل وعلى الحاجة اللي انا عاملاها. شايفين دي برطمان صلصة انا كنت مسبكاها قبلها بيومين وحطها في الفريزر، طلعتها وفكت وحطيتها على طول. شايفين الجمال؟ صلصة من غير بصل ومن غير حاجة، كنت مسبكاها بس كده. معايا كزبرة ناشفة، معايا فلفل اسود، معايا كمون. خلاص. ان شاء الله كده يعني بحط فيها، تحط التوابل ديت بتديها طعم، بتدي الصلصة طعم والبصل والحاجات دي طعم. خلاص. معايا هنا بصلاية، فلفل اسود، وطماطمية بشرها، وملح. دي لا بقى، دي هنتبل بها الفراخ. ماشي. ان شاء الله كده هوريكم انا بعمل يا حبايبي. تبل فيها الفراخ، فراخ اللي هي الحمرا دي، يعني فراخ طعمة كده. وفي دي فراخ، دي فرخة حمرا عملت زي ما انتوا شايفين، تبلت. وعندي اوراق الفراخ التسمين طبعا زي الفل، مطلعها بالفريزر بردك زي الفل. يومها قلت هعملهم بالزيادة عشان خاطر يمكن حد يجي لنا زيادة يعني. خلاص. طيب عملت لهم بردك المرتة وقلت اتبلهم الاخرين زي ما انتوا شايفين كده، تتبيلة حلوة. الورق قطعات 2 ورق، كان اللهم صل على النبي كان كبير، عملته قطعته 2 ابو حمادة فريح كان بيسخن عيش عشان ياكل، عشان يفطر. دي طبعا الورق كده انا قلت اتبلها. عملت لهم كده قاعدة كده حلوة، هنحطها في الصينية. فلفل يعني الوان عندك حطي، هرس شطة وثوم وبصل وطماطم. وقلت احبش كده حاجة تحبش حلوة كده، طماطم شرايح، بصل شرايح، حبة فلفل الوان كده، جرن فلفل اخضر زي ما انتوا شايفين كده كلهم. حطيتهم على بعض اديتهم دعك كده بايديا. ماشي. الفلفل الالوان مغذي يا حبايبي. لا بصوا بقى، حطيتلكوا رجول في الاول انا دايما احط رجول كده، اعمل
انا اسفه يا حبايبي. ما اعرفش الفيديو بس حلو والله، واجنحه ورجوله كده وحبه حاجات كده حلوين نعمله. يعني شايفين الدار وبقوا زي الفل، وبقيت التتبيله حطينا من فوق كده زي ما انتم شايفين. وقلت الايه احطها بقى ايه، تبقى صينيه كده ايه، وراك حلوه كده ماشي. معايا بابريكا، رشيت عليها ريحه بابريكا كده، شعر بابريكا كده تخليها كده حلوه حمرا. وان شاء الله كده تبقى صينيه زي العسل. حطيتها على النار يا دوبك كده ايه، تاخد كده ايه شمة من النار كده، تتشمع بس على النار خلاص. طبعا انا كنت متبله الفرخه وسبتها حبه عبال ما عملت الاوراق ديت. ورحت ايه حشيتها الرز بتاعها وخلصت زي ما انتم شايفين كده. حطيت الماء على النار تنسلق ايديا كلها رز. انا اسف المنظر ده. يلا كله هينضف معلش. انا بحب احشي الزور اكنك بتحشي مصارين بالظبط. شايفين الزور دوت تحشيه رز يا سلام، وانت بتاكليه روعه. حطيت بصلايه وورق لورا وحبهان وعودين قرنفل وخلصت. والفرخه حطيتها على النار تنسلق. وطبعا عملت كاتشب كده على حبه زيت على الفلفل الاسود كده ريحه ملح. وعصت الفرخه من فوق كده وحبه دبس رمان. ده كله كنت عاملاهم في طبق ومجهزاهم. قص الفرخه من فوق كده اديها تلميعه كده حلوه. وايه وقلت بقى يلا غسلت الرز والخضره كانت مغسوله ومتخرطه، ومعايا الصلصه كلها حطيتها. سيبت طبعا حته عشان نبقى نسقي بها المحشي. حطيت تاني ريحه كمون وريحه فلفل اسود والملح. وحطيت طبعا في الصلصه، مش خدتوا بالكم الصلصه اللي انا كنت عاملاها دي كنت حاطه فيها سكر وملح. فحطيت بردك حبه ملح وقلت لا سكر كفايه كده. شايفين المصفى الجميله دي الكبيره دي غسله فيها حبه الباذنجان. وخلصت وكده وقلت ايه، وادي الكرنبه جميله ازاي عسل. شايفين اتقطعت وروعه. شايفين الشوربه وحشيت. انا حشيت يا جماعه. ايمان عملت الفيديو في ثانيه. انا فعلا حشيت وقلت ايه مش قادره نصور وانا بحشي. فهي ايه، شايفين المحشي اللي ما صلى على النبي ولا رزايه عليه. بس شايفه الرز اللي بيطلع دي بيطلع منين؟ شايفين المحشي قدامكم مش فيه رزايه من فوق. وهو زجاج المحشي كده يا دوبك كده عسل. يعني هو كده عسل مزج كده جميل كده. واستوى المحشي يا جماعه. عشان مش بقولكم ايمان جابت لك فيديو بسرعه. سوينا المحشي. شايفين العسل والله حبه محشي كانوا عسل. معمولين بقالهم اسبوعين 3. بس عسل والله. ايه رايكم؟ قلت لها لازم تنزليهم النهارده يا ايمان، لازم تنزل المحشي دي النهارده. تسيبهولي ليه؟ شايفين الجمال؟ فيش كده لا كده لما حماده كده حلو وتعليق حلو كده. يلا المحشي ينزل لكم والاكل دي ينزل لكم. شايفين صينيه الوراك عسل والفرخه متحمره. ويومها اتغدينا انا ومرات ابني وعيالها. كان يومها بدري بالبنت ناجي في ثالثه اعدادي، وكانت الاكله زي العسل. وخدت له معايا محشي كمان ووديته له وانا رايحه ابارك له. شكرا لكم للاشتراك يا احلى مشاهدين في الدنيا. احلى اشتراك منكم كده.